اليوم دعا المرصد الآشوري لحقوق الإنسان إلى ورشة عمل في العراق في عنكاوة. حضرها الأحزاب المسيحية الكلدانية السريانية الآشورية في العراق. وخلال هذه الورشة العمل التي خصصناها إلى حول قانون الكوتا المسيحية في البرلمان العراقي، ندرس في هذه الورشة نقاط الضعف في هذا القانون الذي حسب ما وجدنا في الشارع المسيحي أن هنالك عدم رضا على هذا القانون، كونه لا يوصل الصوت المسيحي الحقيقي إلى البرلمان العراقي الذي هو أعلى سلطة في الدولة العراقية. يعني معناها أن هنالك ضعف أو هنالك خلل في إشراك المسيحيين في مواقع القرار في الدولة العراقية. لذا من خلال هذه الورشة نحن اليوم ندرس مع الأحزاب العراقية، مع أخصائيين قانونيين ومع ممثلي أحزاب ومؤسسات من لبنان ومن سوريا، ندرس كيفية مساعدة الأحزاب المسيحية العراقية لتغيير أو تعديل هذا القانون ليصبح بشكل مرضي للمسيحيين، ولكن في الوقت ذاته أن لا يكون مخالف للشرع والقوانين الدولية، وأيضا لا يخالف الدستور العراقي. هذه الورشة وما يقوم به اليوم الأحزاب هي أيضا لا يجب أن تفهم كحالة شاذة عن الحالة الوطنية، بل بالعكس. عندما يكون المسيحيون قد أخذوا حقوقهم، قد أوصلوا أصواتهم الحقيقية للبرلمان، هذا ينصب في صلب القضية الوطنية، لأن اللوحة الوطنية والصورة الوطنية لا تكتمل إلا عندما تكون كل المكونات قد أخذت حقوقها بالشكل الكامل. بدأنا نفكر كمرصد آشوري لحقوق الإنسان ومركز يعنى بقضايا المسيحيين في الشرق الأوسط شمال أفريقيا أيضا بالموضوع السوري. بصراحة إلى حد اليوم هنالك إشكالية، أو لا يوجد هناك شكل واضح لطريقة الانتخابات في سوريا المستقبل، شكل الحكم الذي سيكون فيها، ما ستؤول إليه المفاوضات بين أطراف الصراع في سوريا. لكن الذي نطمح إليه كسوريون مثلا، كآشوريين أكراد عرب، بكل مكونات السورية، وأن يكون قانون ينصف هذه المكونات، قانون يوصل الصوت الحقيقي للبرلمان في سوريا، لا أن يوصل صوت هذه الجهة الكبرى أو صوت تلك الجهة الكبرى. لأن برأيي ستكون لدينا نفس المشكلة التي تحصل اليوم في العراق، هو استئثار الأحزاب أو المجموعات الكبيرة في البلد على أصوات الأقليات، التي مع الأسف أصبحت أقليات نتيجة العوامل التي أتت على هؤلاء المكونات التي أصبح عددها قليل جدا. فلمنع هذه الحالة، حالة استئثار على أصوات، فعلى سبيل المثال الآشوريين والكلدان السريان في سوريا كما أصبح في العراق، أو كما نرى اليوم في العراق الحال، يجب علينا أن نعمل لإعداد قوانين انتخابات. طبعا هذه القوانين الانتخابات لا نستطيع أن نتحدث عن شكلها اليوم، لأن يسبقها هو كتابة عقد اجتماعي دستور بين هذه المكونات السورية، وعلى أساسه ستحدد شكل الانتخابات، شكل القوانين الأخرى. لكن المهم هو الدستور. هذا الدستور سيحدد كل ملامح، سيحدد العلاقة بين المكونات، سيحدد موقع الدولة تجاه كل المكونات في سوريا. طبعا ما نريد أو ما نرى أنه أفضل لسوريا هو نظام ديمقراطي علماني، دولة تكون على مسافة واحدة من كل المكونات والأديان. بعتقد هذا هو الشكل الأفضل لسوريا لكي تكون دولة متطورة حديثة، دولة تحول اختلاف مكوناتها القومية والدينية إلى تنوع وغنى، لا إلى خلاف وإلى اقتتال وإلى دماء كما يحصل اليوم.